السلام عليكم. يسعد اوقاتكم جميع واهلا وسهلا فيكم بقناتي. اليوم رح نعمل معروك السوري بطريقة كتير سهلة وعجينة طرية، بتبقى معانا لتاني يوم طرية وبدون بيض. كتير سهلة وبسيطة، وان شاء الله تعجبكم وصفاتي البسيطة وتشاركوا الفيديو مع اصدقائكم وتحبوه. معنا كاسة كبيرة مي دافية، اكيد هن المي والحليب لازم يكونوا دافين حتى تتفاعل الخميرة. كاسة كبيرة حليب، 3/4 الكاسة سكر. السكر حسب الرغبة، فينا اقل وفينا اكتر. ظرف خميرة فورية، خميرة الخبز. وربع كاسة زيت، ربع كاسة كبيرة. نخلطهم سوا حتى يدوب السكر تتفاعل الخميرة. وهون معنا 5 كاسات طحين، نص معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة حبة بركة، ومعلقة صغيرة محلب وينسون مطحونين ناعم. هدول هن اللي بجيبوا طعمة المعروك، بيطلع كتير طيب. بنحط الطحين بالتدريج حتى ما يتكتل ونحن عم نعجنه، وبنخلطهم شوي شوي. بنحط الطحين اخر شي كله وبنعجنه كويس حتى تبقى العجينة معانا ناعمة وطرية وما يضل فيها شي تكتلات. واخر شي معلقة كبيرة سمنة او زبدة كمان بنعجنها كويس. وهاي العجينة صارت جاهزة بعد ما عجنتها تقريبا مدة شي 10 دقايق. كتير طرية وناعمة وبتمط. وبعدها بنتركها ترتاح تقريبا شي ساعة او اكتر بمكان دافي حتى تتخمر. وهون بعد ما تخمرت، هون صار لها تقريبا شي اكتر من ساعة، بنقطعها كرات من الحجم اللي بدنا هو معروكات. وبصينية مدهونة سمنة بنكورن وبنحطهم بالصينية. بنعمل التاني كمان بنفس الطريقة، بنصفهم بالصينية بس ما بنقربوا مع بعض كتير لانه هلا رح ينفشوا وبيلزقوا ببعض كتير. بنتركهم هون يتخمروا تقريبا شي 15 دقيقة. هون هاي مرحلة التخمير كتير ضرورية. وهون بعد ما تخمروا صاروا ملات الصينية ما شاء الله شقد كبروا نفشوا ولزقوا ببعضهم. وهون معنا حليب للوجه ندهنه، كاسة صغيرة حليب ومعلقة صغيرة سكر، بنخلطهم سوا وبندهن الوجه حتى يعطيه اللون ذهبي. وبعدين بنرش عليهم سمسم وحبة بركة كمان حطيت اللون كمان بتعطيه نكهة كتير طيبة. هو المعروك اساسه بالحبة بركة والسمسم كتير طيب بيطلع. وهلا هون بنحطهم بالفرن اللي محمينه من قبل، هو حامي. هاي بعد ما تصنعوا بالفرن شكله بشهي ما شاء الله وكتير العجينة طرية. بعد ما طلع من الفرن بنغطيه مباشرة حتى يضل طري. وهون عندي انا قطر كمان دهنت وجه قطر، كمان بيعطي طعم كتير طيبة وبيعطي لمعة. ورشيت له جوز الهند. وهي هون بعد ما تركته يرتاح تقريبا شي نص ساعة حتى برد شوي. هاي بورجيكم القطعة كتير طري وطعمته كتير كتير طيبة طلعت. واتمنى يعجبوكم وصفاتي السهلة والبسيطة وتشاركوا الفيديو مع اصدقائكم وان شاء الله يعجبكم. وهي جبت لكم وصفة المعروك قبل رمضان حتى تلحقوا تعملوه ويزبط معاكم. وكل عام وانتم بخير جميع.
والله يبلغنا رمضان وإياكم نحن بأحسن حال يا رب.